السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معانا في فيديو جديد إن شاء الله. النهاردة هتكلم عن مباراة المريخ السوداني والزمالك في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا. مباراة إن شاء الله مقامة يوم الجمعة 17/2 الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت السعودية. مباراة مقامة على أرض المريخ الأرضي، ملعب المريخ. طبعا المباراة جاية في ظروف صعبة جدا. المريخ طبعا بنتكلم عن المباراة دي قبل مباراته مع الترجي، بس بنسبة كبيرة الترجي هيكسب. المجموعة دي صعبة. الزمالك خسر امبارح من شباب بوليسداد 1-0 بضربة جزاء، بس هي مش ضربة جزاء حظ زي ما الناس بتقول، لأ. الزمالك ملعبش، الزمالك وحش. شباب بوليسداد متصدر الدوري الجزائري. الزمالك أقل واحد في المجموعة دي. المريخ متصدر، الترجي متصدر، الزمالك السادس في الدوري. فما نعيبش ونقول من ضربة جزاء ونقول الزمالك لأ، ده ضربة جزاء حظ وكرة واحدة. الزمالك ما ضيعش حاجة، الزمالك رايح جاي. شباب بالذات لعبت على الزمالك كويس. ده كله نتاج إدارة فاشلة ولاعيبة فاشلة وجهاز فني فاشل وجماهير، يعني الله يكون في عونها. فالمباراة ديت هي مباراة التعويض. لو الزمالك على أقل تقدير ما قدرش يتعادل في المباراة ديت ويطلع بنقطة من أرض السودان، كده خلاص يبقى خسارتين، يبقى الزمالك كده خلاص بره المنافسة. وبيتهيألي والله أعلم برضو الزمالك هيتزايل المجموعة دي، مش يعني طلوعها يبقى أكيد أكيد أكيد. فتابعوا معانا المباراة إن شاء الله يوم الجمعة 17/2 على قناة بين سبورت، الساعة 3 مساء بتوقيت القاهرة. وده كل ما لدي في الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.